أطلال مدمرة لساحة معركة قديمة تشكل مسرحاً لمواجهة حاسمة. بطل يرتدي قميصاً أبيض وعباءة مع رفيقين مخلصين يواجهان الشيطان الوحشي عديم الأجنحة سابروموس، بينما يطلق الوحش دوامة نارية كارثية. كلماتهم التحدية تتردد عبر المشهد المدمر، معلنة وقفة نهائية يائسة وحاسمة. فجأة يظهر غول صغير وحيد على ساحة المعركة المدمرة، مما يجعل الأزم ورفاقه يحدقون بدهشة وذهول. هذه الشخصية الصغيرة والجريئة تقف بلا خوف أمام كيبيروموس الضخم، الشيطان عديم الأجنحة، تحد شجاع لضربته النهائية الكارثية التي قد تنهي العالم. مع زئير مدو يهز الأرض نفسها ووميض ضوئي كارثي أعمى، يقطع الغول الصغير والجريء سابروموس الضخم، الشيطان عديم الأجنحة، إلى نصفين نظيفين. المحارب والساحر يبقيان متجمدين في دهشة مطلقة، لكن القزم وذراعه ممدودة يوجه أنظارهم متجاوزة الأقدام المستحيلة نحو الرجل الغامض الذي استدعى هذه القوة الرائعة. تحدق عيونهم الواسعة في المستدعي عرض قوة يغير العالم، يرسل موجات صدمة عبر المشهد المدمر، يحمل كيساً خشناً ضخمة، عامل مثقل يرتدي خوذة صلبة يكافح. تعبير وجهه المتعب يتناقض بشدة مع الابتسامة المقلقة المفاجئة التي ترتسم على شفتيه. الآن يجلس الرجل ليشرب بعض الماء، بينما يكشف مونولوجه الداخلي أنه يرى نفسه كغول محاصر إلى الأبد في زنزانة الحياة منخفضة المستوى، متكئاً على الأرض المغبرة وذراعيه ثقيلتان على ساقيه، مثل سونغ جين وو من مان هو سولو ليفلينج في أيام الأضعف، كصياد من الدرجة. وجه الرجل قناع من الإحباط المتعب بينما يفكر بإصرار مرير. الغول يظل غولاً محاصراً إلى الأبد في وجود منخفض المستوى مهما اكتسب من خبرة. انتباهه الآن مشدود بالكامل، يستمع البطل بانتباه بينما يتجمع عاملان أكبر سناً بجانب برميل مشتعل، يتحدثان بحماس عن زميل لهما الذي من خلال ضربة حظ مذهلة يحصل على فئة مخفية، وهو الآن مقدر له أن يحقق ثروة هائلة حقاً. اللعبة التي في قلب حديثهم هي باب الجنة، لعبة واقع افتراضي كاملة. الغمى الرائجة تمثل الآن أسرع طريق إلى ثروة هائلة، تجربة الواقع الافتراضي الكاملة. الغمر واقعية لدرجة إنها تجعل الناس ينسون الواقع نفسه، بينما تجعل التكنولوجيا المتقدمة الأجهزة مكلفة تسمح العديد من مقاهي الإنترنت الآن الرجال المفلسين مثله بالاستمتاع بها بسهولة. ومع كل هذا الطلب الهائل يحدث تأثير مذهل حقاً. يبدأ المال الحقيقي بالتدفق مباشرة إلى اللعبة، مما يسمح للاعبين بتحويل نجاحهم الافتراضي إلى أكوام ملموسة من النقود الباردة، مقدماً طريقاً جديداً تماماً إلى ثروة هائلة. أصبح باب الجنة مغيراً حقيقياً لقواعد اللعبة. رغم أنه كان يستمتع بها في البداية، يعكس الرجل الآن نظرته إلى نفسه الماضية بتحول حاسم في الموقف، موضحاً أن استمتاعه البسيط أصبح شيئاً من الماضي. بدلاً من المغامرة كيشما كان يعتقد، يستخدم هجومه النهائي على عروق خام بسيطة ليحصل على المزيد من الخام أكثر من المعتاد. ووجهه قناع مشوه من الغضب الخالص، يصرخ الرجل في عدم تصديق غاضب، مدركاً أنه بعد كل عمله الشاق المستمر يجبر الآن على إنفاق المزيد، غارقاً أكثر في الديون حتى داخل هذا العالم الافتراضي، بينما تتحطم توقعاته في أن يصبح بطلاً أسطورياً تماماً. وبينما يندب عبثية طحنه المستمر وخامه عديم القيمة، يفاجأ الرجل فجأة باكتشاف مذهل، بلورة خضراء متلألئة يلمع ويدرك أنها بلورة شفاء متقدمة تساوي ثروة كاملة. وفي تلك اللحظة يعرف أن هذا هو سبب كفاحه بأكمله. بعد أن لعق البلورة ليطالب بها، يصاب الرجل بدهشة تامة من ظهور مفاجئ وصادم لامرأة جميلة في المناجم القاحلة التي تعترف بعد ذلك بشكل مدهش بتفانيه، مشيرة إلى أن مهارته في التعدين يجب أن تكون عالية جداً. يرد الرجل على المرأة الجميلة وحزبه، متعلماً أن رحلتهم عبر الزنزانة محجوزة بسبب تكوين صخري ضخم، مشكلة تبدو مستحيلة. الحل لأعضائهم الأقوياء لأنهم جميعاً يجهلون تماماً المهارة التقنية للتعدين. يطلب الحزب من الرجل مساعدته، موضحين أنهم بحاجة إلى مانج ماهر، لكنه يظهر قلقاً من أن مستواه منخفض جداً. يطمئنه قزم من المجموعة بهدوء إن حزبه القوي سيحميه من الوحوش، وإنه يحتاج فقط إلى اتباعهم.
يفترض البطل افتراضاً نمطياً أن القزم مناجم ماهر، لكنه يواجه على الفور رداً غاضبة، حيث يتساءل القزم بمرارة إذا كان عرقه صالحاً فقط للتعدين، مقترحاً بسخرية أنه إذا لم يتمكنوا من المساعدة في القتال فعليهم فقط أنه يهلكوا. يفكر الرجل في عرض الحزب، معترفاً بأن الانضمام إليهم يمثل طريقاً مربحاً للنجاح من خلال السماح له بمشاركة الخبرة واكتساب خامات عالية المستوى. ومع ذلك يظل حذراً بشدة، متسائلاً عما إذا كان سيكون آمناً حقاً في أعماق زنزانة خطيرة تطاردها تهديدات مخلوقات وحشية كامنة. الرجل يتخذ قراره، مصمماً على أنه لا خيار أمامه سوى المخاطرة بحياته ومواجهة الزنزانة. وبينما يعلم أنه يمكنه الإحياء بعد الموت، فإنه يفهم أيضاً أن هناك شيئاً أسوأ بكثير من الموت يكمن في أعماق هذه اللعبة. فجأة تمسك المرأة بيده، وباستخدام سحرها تجعله يقبل فوراً. يقف الرجل متجمداً في ذهول، ويداه ترتجفان وهو يمسك بمقبض معول. يشعر بالرعب من كلماته الخاصة، مدركاً مع تقلص مريض في معدته أنه رغم أن مستوى الذئب الرمادي الوحشي منخفض، فإن مستواه هو أقل حتى مما يجعل التهديد المرعب خطيراً كما كان من قبل. بينما تقفز الذئاب عليه، تطلق المرأة فجأة لهبس المنظر مما يمحوهم جميعاً. هذه هي كاثرين لي، ساحرة من المستوى التناتستين. يشكرها الرجل على المساعدة، مشيراً إلى مدى قوتها في القضاء على قطيع كامل بمفردها. في لحظة رعب شديدة تتوسل المرأة الجميلة إلى الرجل ألا يترك جانبها، معتقدة أنه من الخطير جداً أن يتقدم بمفرده. يبقى الرجل مذهولاً تماماً من توسلاتها اليائسة، وعقله يسرع وهو يعالج هذا الانقلاب الصادم للأدوار، ويتساءل إذا كان هذا هو أخيراً مسار الرومانسية الذي طالما رغب فيه، فإن عضواً قوياً في الحزب يدافع ببراعة عن الذئاب الرمادية. مطمئناً الرجل بهدوء أنه لا داعي لأن يكون متفاجئاً جداً. حزبهم لا يلعب في زنزانة كهذه، فهم هنا للعمل وليس للعب، وقوتهم مجرد وسيلة لتحقيق هدف. يشرح إنهم جاءوا للتحقق مما بداخل الخام المشبوه الذي لا يمكن كسره إلا بمستوى تعدين عال. يكشفون إنهم تخطوا مثل هذه الفرص من قبل، لأن استثمار النقاط في مهارة مملة مثل التعدين كان يبدو مضيعة كاملة للوقت. يشرح عضو الحزب إنهم الآن بحاجة إلى مساعدة من أشخاص مثله، مما يترك الرجل واقفاً في حيرة مذهولة وهو يتساءل عما يعنيه عضو الحزب. ثم يغوص عقله في انعدام أمان عميق الجذور وهو يتساءل بغضب إذا ما كان يسخر منه ويعامل كأحمق. ثم يدفع الرجل برد فعل من التحدي، مطالباً بمعرفة ما إذا كان عضو الحزب يعتقد أنه لا يمتلك مهارات قتالية. للأسف بالنسبة له فهو حقاً لا يمتلك، لذا يجبر على العودة إلى دوره في التعدين بحماس. يسأل العضو القزم بتهديد عن صحة المعلومات المشتراة، محذراً من أن الخسائر هتكون كبيرة إذا لم يكن الخام المشبوه يحتوي على شيء. يوضح عضو الحزب الأزرق أنه سيطالب بدفع مقابل وقته الضائع في هذه الزنزانة السيئة. يغضب الرجل داخلياً، مدركاً أنه معتاد جداً على أن ينظر إليه بازدراء، ويخاطر بحياته مقابل مبلغ صغير من العلال لدرجة أنه لم يعد حتى غاضبة، وهذا ما يغضبه. يقول لنفسه أن يهدأ وينهي مهمته ويحصل على أجره ويرحل، لأن ده مجرد يوم ممل آخر من العمل الشاق. يستخدم البطل أخيراً مهارته الفريدة في التعدين على الخام المشبوه الذي يتحطم بصوت فرقعة عال. وبينما يشاهد أعضاء الحزب تتساقط الصخور والحطام من حولهم، ويظل الرجل صامتاً تماماً مما حدث للتو. يقف في صمت مذهول بينما يكشف الخام المتحطم عن باب متوهج رائع يشع بضوء ذهبي. يدرك مع شهقة أن مهارته الفريدة في التعدين قد فتحت زنزانة مخفية من النوع الذي يوجد فقط في الأساطير والشائعات. ينظر أعضاء الحزب إلى بعضهم البعض بقلق، بينما يقول الرجل أنهم قد وجدوا كنز، لكن المرأة تسأل من هو. في تلك اللحظة يهاجم الرجل عضو الفريق الأزرق، كاد أن ينهي حياته بضربة واحدة كوحدته المرأة. في حالة عدم تصديق تامة إن هناك زنزانة مخفية في منطقة منخفضة المستوى كهذه، وكل ما يلزم للوصول إليها هو مهارة تعدين بسيطة.
تسخر من الرجل قائلة: ألا يكون مريرة لأنهم هم من قاموا بكل القتال بينما هو فقط كان يتبعهم. يبقى الرجل في صدمة مذهولة مع إدراك مخيف يتسلل إليه. الأعضاء الأقوياء في الحزب هم من هجمه في المقام الأول. يمسك عضو الحزب الأزرق الرجل من شعره ووجهه يعبر عن خبث متعالي، متسائلا إذا كان يعلم بخداعهم، ثم يؤكد أنهم لم يضيعوا وقتهم للمتعة، قائلا له إنه بما أنه ساعدهم قليلا فسيسهل نهايته سريعا. العضو الأزرق في الحزب يمسك الرجل من شعره بنظرة ازدراء خبيثة على وجهه، متسائلا إذا كان يعلم بخداعهم، ثم يؤكد لهم أنهم لم يضيعوا وقتهم للمتعة، قائلا له إنه بما أنه ساعدهم قليلا فسيسرع في إنهاء الأمر له. هذا يؤكد إدراك الرجل المرعب لخيانتهم. العضو في الحزب بنظرة ازدراء خبيثة يمسك الرجل من شعره ويرميه بضربة قوية مدوية. ترك أثر أسود ضبابي في الهواء خلفه وهو يرسل طائرا. الرجل مذهول ومشوش بعد الضربة القوية، يلهث وهو يدرك أنه لا يزال داخل الزنزانة. ينظر حوله بحيرة وعدم تصديق، متسائلا لماذا لم يقتله أعضاء الحزب، وفي لحظة من السذاجة يتساءل إذا كان لديهم بعض الأدب على الأقل. الرجل يبقى في حالة من الغضب الشديد وعدم التصديق، ممسكا بكريستالة شفاء متقدمة تعيد إحياء اللاعب بنسبة 100% بعد موته، بلورة شفاء متقدمة تحيي اللاعب بنسبة 100% من صحته بعد موته. يدرك أنه مات وعاد، وبدلاً من أن يكون ممتناً لحياته يصرخ غاضباً في الحفلة استخدام أمواله، وهو يصرخ بشأن العنصر الثمين الذي فقده بقيمة 300 خيدة وون. غضبه ليس بسبب خيانته بل بسبب فقدان أمواله. الرجل يحدق في باب الزنزانة المخفية المفتوح ويدرك أن الفريق لم ينتهي بعد من تنظيف المنطقة، مما يعني أن فرصة الانتقام لا تزال قائمة. يعلن أنه لن يغادر بعد فقدان بلورة الشفاء الثمينة الخاصة به، وطبيعته البراجماتية والجشعة تسيطر عليه، وهو يقرر المغامرة في الزنزانة المخفية للانتقام واسترداد أمواله المفقودة. تحول الرجل الآن مكتمل، حيث يقرر إفشال خطة الفريق، وأخيراً قلب حياته رأساً على عقب. يوجه غضبه نحو الأوغاد الذين يحتقرونه، معلناً بحسم أنه سيكون كابوسهم الأسوأ. يحتضن طبيعته المظلمة والبراجماتية، قوة انتقامية ذات هدف واضح في ذهنه. يدخل الرجل الزنزانة المخفية بغوص رائع شبه سماوي في فضاء ذهبي متوهج، لكن دخوله الكبير يفسد على الفور. دم يتعثر ويسقط على مجموعة من الدرج، وهو يصرخ بإحباط من العقبة العادية والغير ماهرة في طريقه. يلعن الرجل الدرج الذي يظهر مباشرة بعد المدخل قبل أن يدرك أنه فعلياً دخل الزنزانة المخفية. ينظر حوله إلى محيطه ويبدأ عدم تصديقه يتحول تدريجياً إلى إحساس جديد بالهدف، حيث يؤكد أخيرا أن هذه هي الزنزانة المخفية الأسطورية. يقف الرجل على ركبتيه في رهبة مذهولة وهو ينظر إلى التمثال الضخم والمرعب العفريت على العرش. لا يستطيع تصديق الحجم الهائل للتمثال في مزار العفريت داخل الزنزانة المخفية، ويتحول عدم تصديقه سريعاً إلى انزعاج، وهو يتساءل لماذا يتصرف العفريت بتكبر على العرش. الرجل واقف في وسط الزنزانة المخفية وتحوله من الرهبة إلى شعور بالقلق وعدم التصديق. يتساءل لماذا الزنزانة الأسطورية المخفية مليئة فقط بالعفاريت، ويتساءل إذا كانت حقاً كل ما يمكن أن تقدمه زنزانة مخفية منخفضة المستوى، معتقداً إنها يجب أن تكون أصعب بكثير من هذا. الرجل الآن وحيد في الزنزانة التي تبدو هادئة، ويبدأ شعور بالقلق يتسلل إليه عندما يدرك أن أعضاء الفريق الآخرين قد اختفوا. ينظر حوله ويزداد قلقه مع كل خطوة بينما يصبح الصمت مزعجاً. يتأكد شعور الرجل بالقلق على الفور عندما يصادف عضو فريق مهزوم. ينظر إلى القزم الملقى على الأرض في صدمة مذهولة، ويظل عاجزاً تماماً عن الكلام بسبب المشهد المروع. يدرك أن هناك شيئاً خطيراً جداً، وأن الزنزانة أخطر بكثير مما كان يعتقد في البداية. ينظر إلى الأزم في صدمة مذهولة الذي رغم إصاباته لا يزال مركزاً على الغنيمة. يدرك بشعور من الاشمئزاز أن القزم جشع للغاية، لدرجة أنه يؤجل إحياء نفسه حتى لا يفوت فرصة تنظيف الزنزانة المخفية. بينما ينظر الرجل إلى
القزم المهزوم، يظهر تحذير أحمر مفاجئ أمام عينيه. التحذير يعلن إن هذه زنزانة عالية الصعوبة تفوق مستواه بكثير، ويجب عليه الخروج فورا. يبقى في حالة صدمة شديدة، يصرخ بينما تغوص حقيقة وضعه المرعب فيه، وهي حقيقة أخطر بكثير من مخطط انتقامه الأولي. فجأة يسمع صرخة وينظر خلفه. تتأكد حقيقة الرجل المرعبة على الفور، حيث تمسك يد مظلمة ضخمة بعضو من الفريق وترفعه في الهواء. يبقى البطل عاجزا تماما، ويدرك بلهفة أنه رغم أنه يستطيع الإحياء بعد الموت في هذه اللعبة، هناك قوة شريرة في هذه الزنزانة. يحدق البطل بعدم تصديق في المخلوق الوحشي الذي يمسك بعضو فريقه، وتدور أفكاره مرة أخرى إلى مزار العفريت الذي دخل إليه للتو. يغمر شعور من الرعب الخالص لما يشوف اسم الوحش جيجر ومستواه ثمين. يبقى في حالة صدمة ورعب تام، متسائلا عن نوع هذا المخلوق، ويدرك أن مخطط انتقامه قاده إلى فخ مميت يفوق خياله الجامح. يرفع جيجر عضو الفريق الأزرق إلى فمه ويمزقه بينما تصدح الصرخات. يقف الرجل في رعب كامل، يضع يده على فمه وهو يصل إلى إدراك مرعب. السيناريو الأسوأ بيحدث. يتأمل كيف أن العديد من الألعاب تسعى إلى الواقعية، لكن باب الجنة يذهب إلى حد تنفيذ حاسة اللمس. هذا بيخلي وضعه المرعب واقعاً حسياً، حيث يمكنه الشعور بالألم الجسدي ورعب الفخ القاتل من حوله. يشاهد البطل في حالة صدمة، بينما عضو الفريق الجميل، الشخص الذي أخبره بالحقيقة ببرود، أصبح الآن ضحية مرعوبة تصرخ طلباً للمساعدة وتتوسل ليتم إنقاذها. يدرك أنه بينما يحتوي اللعبة على أنظمة أمان للأضرار منخفضة المستوى، القصة مختلفة تماماً. إذا أصابك وحش بمستويات تفوقك بعشرات المستويات، مما يجعل ثقتهم الزائدة بلا جدوى. بالرغم من رغبته السابقة في الانتقام، يبقى البطل متجمداً في حالة من الخوف والرعب البدائي. يصرخ بأنه لن ينقذها، وأنه لا يستطيع فعل حاجة ضد مخلوق بهذه القوة الهائلة. يدرك مع شعور مخيف بالخوف أن الألم والصدمات لا تختفي لمجرد أن شخصيته تعود للحياة، مما يجعل خوفه وخطر هذا الزنزانة حقيقياً جداً. أخيراً يصبح خوف البطل المرعب مفهوماً، إذ يدرك أن هجمات الوحش تؤثر مباشرة على الدماغ، حقيقة مروعة قد تؤدي إلى موت الدماغ أو الموت الفعلي في الحالات الشديدة. هذا هو الخطر الأعظم، ما يسمى بالتقاعد الناتج عن الصدمة، مصير أسوأ بكثير من الموت في اللعبة فقط. يتحول تركيز البطل من الانتقام إلى البقاء على قيد الحياة، حيث يدير ظهره ويركض هارباً مذعوراً من المخلوق الوحشي. يحاول تبرير جبنه بالتفكير إن هذا ليس خطأه، لأن الفرقة تتخلى عنه أولاً، كما يستنتج أنه ضعيف جداً ليكون عوناً، وأن خياره الوحيد هو إنقاذ نفسه. أثناء هروبه يقرر أنه يجب أن يبقى على قيد الحياة حتى لو بقي وحيداً. ترتسم على وجهه ابتسامة مخيفة، علامة على روحه المحطمة، لكنها أيضاً علامة على عزيمته المتجددة. تظهر رسالة جديدة أمامه تفيد بأن سيد العفاريت يشعر بروح القرابة مع جبنه وضعفه، وهو تحول صادم يكشف طبيعته الحقيقية ويمنحه طريقاً للبقاء. يرى كل ذا، لكنه بدلاً من أن يشعر بالسعادة يبدو أكثر حزناً. يصرخ البطل المملوء بغضب وإحباط متجدد، متحدياً عجزه، ويتساءل لماذا يجب أن يكون هكذا. يقول بغضب إنه لم يخطر أن يكون ضعيفاً، وأن عجزه هو قفص يائس يريد الهروب منه. لو كان لديه حتى لقب قوة لما هرب. كان يتمنى وظيفة مناسبة لا يعامله الناس فيها كأمامة. لو كان لديه ذرة من القوة لما هرب. تمنى وظيفة مناسبة لا يعامل فيها الناس كحثالة. أراد محاربة الوحوش لا استغلال الصخور كأقزام. البطل الآن في حالة من الغضب واليأس التام، يصرخ بأنه نشأ عاجزاً عن فعل أي شيء يريده بسبب الدين الذي تركه والداه المجهولان خلفه. يتساءل لماذا يجب أن يهان بسبب ضعفه بينما لم يرتكب خطأ. هذا هو مصدر غضبه، السبب الذي يخلوه شعر بأنه محاصر، والدافع وراء رغبته في أن يصبح كابوس الفرقة الأسوأ. في نوبة غضب يصرخ في وجه ملك العفاريت على العرش، مطالبا بمعرفة من هو
حتى ينظر إليه بازدراء، يتساءل ماذا يشفق عليه وهو إنسان. من قبل مجرد عفريت، يتأمل إنه يحتقر في العالم الحقيقي وفي اللعبة. والآن عفريت يقول إنه يشعر بالأسف تجاهه، مما يزيد من غضبه ورغبته في القوة. يكافئ غضب البطل ويأسه بكشف صادم. أصبح الآن عفريتاً فخرياً، وجميع العفاريت في الزنزانة ستساعده في أي وقت. كما عرض عليه تغيير فئته إلى فئة مخفية مستدعية العفاريت، قوة تنبع من عقليته الفريدة كعفريت. يحدق البطل في الرسالة بلى بعدم تصديق، ودموع تملأ عينيه بينما تنتشر ابتسامة واسعة مخيفة على وجهه ببطء. يتساءل إذا كانت هذه فعلا فئة مخفية، وبضحكة مخيفة يطالب بمعرفة إذا كان النظام يمزح معه. يرفضها فورا، لكنه مع ذلك يصبح عفريتا تماما. كما يقترب الجيجر بسرعة، يدرك أنه فات الأوان للهرب، ولا جدوى من إنكار وضعه بعد الآن. ينظر إلى الوحش بشعور بارد وقاسي من الرهبة، بينما يغمره شعور باليأس، ويفهم أن فئته الجديدة ليست حلاً فورياً. يجب عليه الآن أن يجد طريقة لاستخدام قوته الفريدة كعفريت للبقاء على قيد الحياة ضد مخلوق يفوق مستواه الحالي بكثير. لكنه مع ذلك أصبح عفريتاً تماماً. كما يقترب الجيجر بسرعة، يدرك أن الوقت قد فات للهرب، ولا جدوى من إنكار وضعه بعد الآن. ينظر إلى الوحش بنظرة ثاقبة، يقرر أن يرميه كطعم في وجه الوحش، ويأمره بشجاعة لهزيمة الجيجر الذي يندفع فوراً نحو العفريت. يدير البطل ظهره ليغادر، لكن العفريت قتل الوحش بضربة واحدة فورية. يترك الرجل عاجزاً عن الكلام، بينما يرتفع مستواه متعلماً أن مهارات إطعام وسير العفريت. العفريت ببساطة يهبط وينظر إليه، يقرر أن يرميه في الوحش كطعم، ويأمره بأن يهزم الجيجر بشجاعة الذي يندفع فوراً نحو الجوبلin. البطل يستدير ليغادر، لكن الجوبلin يقتل الوحش بضربة واحدة على الفور. الراجل يبقى عاجزاً عن الكلام، بينما يرتفع مستواه متعلماً مهارات إطعام والمشي بالجوبلin. الجوبلin ببساطة يهبط وينظر إليه، مع إدراك البطل إن ده الشيء الصغير الضعيف المظهر أمامه هو في الواقع في أقصى مستوى. المرأة التي استغلت البطل تصرخ، بينما صورة ما حدث في اللعبة تعود لتطغى عليها ومساعدتها يخلع سماعة الرأس فوراً. لكن الوقت قد فات. هذا شجع ما يمكنها العودة منه. في اللعبة البطل يشاهد الجوبلin وهو بيهاجم عدواً، ويظهر صندوق أزرق يعلن أنه ارتقى بالمستوى. يستخدم قوته الجديدة كمنادي الجوبلin ليجمع الخبرة، محولاً الزنزانة إلى مصدر قوة بدلاً من فخ قاتل. البطل يجمع العديد من أحجار الوحوش منخفضة الرتبة، ثم يأمر الجوبلin أن يمنحه استراحة. يدعى كيم تشول، وهو الآن في المستوى 33. يصرح البطل بأنه ينجز الزنزانة المخفية بمجرد أن يمسك بالجيجر، ثم يدرك أن أعضاء الحزب الذين دافعوا عنه قد ماتوا، لذا لا توجد طريقة للعودة إلا بالموت. يلاحظ كيم أن الجوبلin المستدعى الذي ينظف زنزانة المناجم بنفسه لا يرتقي في المستوى حتى مرة واحدة. في الوقت نفسه يرتقي كيم إلى المستوى 30 من عمل الجوبلin. ينظر كيم حاملاً حقيبة كبيرة من الغنائم إلى الجوبلin منخفض الرتبة، يتساءل إذا كان من المنطقي أن يكون وحش منخفض الرتبة قوياً هكذا، ويتساءل إذا ما كان هذا خللاً في اللعبة. يصرخ كيم بأن طبيعة قوة الجوبلin غير مهمة. يقرر استغلال هذه الميزة على نطاق واسع قبل أي إصلاح محتمل. يعلن إنه مع هذا الرفيق انتهت أيام العمل اليدوي، ويتخيل نفسه يحقق مكانة لا مثيل لها في بوابة الجنة. يسأل كيم موظف البنك إذا كان بإمكانه إرسال المال إلى حساب مختلف، ثم يتذكر إن لديه المزيد من العناصر التي يريد بيعها. يسرد موظف البنك بعض عناصر كيم الجديدة للبيع، بما في ذلك غشاء جيجر وقلبه، ثم تقول إنه مع كل العناصر الجديدة يصل مجموع كيم إلى مبلغ كبير. يظهر على موظف البنك تعبير صدمة، ويذهب ليخبر رئيسه. تم استدعاء كيم إلى مكتب المدير الخاص بالبنك. مدير بنك نارا المبتسم يصب الشاي بعناية في كوب رقيق، ثم يسأل بأدب عن رضا كيم عن المشروب. يرتشف كيم شايه ويلاحظ إنه بارد. يعترف المدير بأنه نسي غلي الماء، ثم يسأل كيم المدير عن سبب وجودي معه، قائلاً إنه هنا فقط لتحويل عناصره إلى نقد. يقول المدير
إنه لديه أماكن أفضل لأموال كيم، لذا أراد إجراء محادثة. يسأل كيم إذا كان يعتقد أن الاحتفاظ بكل هذا المال في حسابه الجاري مضيعة، ثم يعرض خيارات الاستثمار في البنك. يتفاعل كيم مع كلمة استثمار ويتساءل لماذا يتدخل مدير البنك شخصياً في مبلغ يعتقد أنه صغير، مفكراً أن لديه على الأكثر مليون واحد. يبتسم المدير ويخبره أنه توقع أن يعرف كيم القيمة الحقيقية للعناصر اللي جابها. يكشف المدير أن قلبه غشاء جيجر يقدران ب 230 مليون واحد حسب سعر الصرف الحالي. يمسك كيم بكوب الشاي ويصدم تماماً من قيمة العناصر. في اللعبة يرفع كيم رفيقه الجوبلin بفرح، معبراً عن امتنانه لدوره في تقليل دينه بنسبة 10%. يطلق عليه لقب الولد الصغير اللطيف. ثم يحاول مدح مظهر الجوبلin، لكنه يتوقف، معترفاً داخلياً بأنه لا يستطيع أن يكون غير صادق. يذهب كيم مع رفيقه الجوبلin إلى المدينة. يدرك أنه لا يستطيع إلغاء استدعاء الجوبلin ويتساءل إذا كان سيختفي فقط عندما يموت. كما يلاحظ أن الجميع ينظرون إليه وإلى الجوبلin، يلاحظ اللاعبون الآخرون في المدينة الجوبلin ويعلقون على وجوده. تسأل إلف إذا استدعى أحدهم الجوبلin وتصفه بأنه قبيح. يضحك رجل على الجوبلin واصفاً إياه بالقبيح. يصرخ كيم داخلياً بأنه ليس الجوبلin. أثناء وجود الجوبلin في منطقة مزدحمة مع كيم، يصطدم بشخص ما عن طريق الخطأ. يلاحظ رجل ضخم الجوبلin ويصرخ متسائلاً ماذا يمشي جوبلin في الشوارع. يتعرف الناس في الشارع عليه باسم باتون المدمر لنقابة إيفاتين. يسأل بعض الناس إذا كان باتون مشهورة، ويقول آخر إنه يطلق على نفسه اسم المدمر. يشعر كيم بالخوف ويفكر إن شخصاً يطلق على نفسه المدمر لا يمكن أن يكون عاقلاً. يصرخ كيم بأن باتون ليس وحشاً. يتوهج جسد باتون باللون الأحمر بينما يضرب الجوبلin، لكنه لا يسبب أي ضرر. يهاجم الجوبلin بعصاه، وقوة الضربة ترمي باتون على الحائط مما يخلو يبصق الدم. يقف الجوبلin فوق باتون المهزوم ويصرخ لاعب بأن باتون المدمر تم تدميره. يصرخ شخص آخر بأن جوبلin قتل رجلاً. يظهر على كيم تعبير ذعر ويفكر إنه إذا اكتشف الناس إن الوحش المستدعى له فسيكون في ورطة خطيرة. يظهر شخص جديد ذو شعر أزرق ويسأل باتون إذا كان الجوبلin يعبث به. كان يصف هزيمة باتون بأنها إحراج ويقول إن الجوبلin وحش لا يستحق المواجهة. حتى يواجه الشخص الجديد أينهارت الظلام، قاتل من المستوى 80 كيم، ويقول إن العفريت وحش لا يستحق حتى مواجهته. يواجه الشخص الجديد أينهارت الظلام، قاتل من المستوى 80 كيم، ويخبره أنه عليه تحمل مسؤولية العبث بيه وعقوبتهم. يعتقد كيم أن الأمور تزداد تعقيداً. يدرك أنه بينما لن يخسر الجوبلin الخاص بيه، سيكون مشكلة إذا قتلهم جميعاً. يحث كيم أينهارت على الانتظار ويقول أنه هيتولى أمر الجوبلin. يشرح أن نقابة قوية تتحد ضد جوبلin واحد سيكون أمراً سيئاً لهم. يسأل أينهارت كيم من هو ويحذره من عدم التدخل في شؤون نقابتهم. يهدده بأنه إذا تدخل فسيقتلوه أيضاً. رغم محاولات كيم للتدخل، يتصرف الجوبلin بمفرده مستخدماً مهارة رمي الحجر. يصيب المأذوف مينسونج سيد السرعة عضو النقابة في الرأس ويموت على الفور. يصرخ كيم بإحباط ويركض مبتعداً مع الجوبلin الخاص به. يفكر في كيف صارت الأمور بشكل خاطئ، متأملاً في توقعه السابق لمستقبل مشرق مع جوبلin بمستوى أقصى. يجد نفسه في موقف صعب بعد الفعل العنيف للجوبلin. رجل ملتحن يرتدي نظارات يصرخ على كيم قائلاً له أن يذهب في هذا الاتجاه. يسأل كيم من هو، لكن الرجل يقول إنه لا يوجد وقت للشرح ويحثه على الإسراع. ثم يغلق الرجل باباً كبيرا خلفهم مما يبدو وكأنه يوفر مهرباً مؤقتاً من الفوضى. الرجل الذي يوجه كيم ليس مساعداً بل هو سيونجريول الماكر. يضحك ويخبر كيم إن هذا هو الطريق إلى جنازته. يصاب كيم بالصدمة وتظهر واجهة مستخدم فجأة مما يخليه يصرخ بإحباط لأنه مشغول جداً بالهرب فقط للتعامل مع هذا التطور الجديد. بينما يواجه كيم وضعه الخطير، تظهر رسالة من سيد الجوبلin تفيد بأنه مندهش من مكر كيم لجعله أعداؤه يخفضون حذرهم. مقابل هذا العمل الماكر،
يحصل كيم على نقطة جوبلin واحدة. بتعبير مندهش يتساءل كيم إذا كان النظام قد وصفه للتو بالمخادع. أولاً وصفوه بالوقح والضعيف، والآن بالمخادع. بينما يبتعد كيم عن المشهد يتأمل في الوضع، مفكراً أنه لم يفعل شيئاً خاطئاً ليتسبب بكل هذه الفوضى. يتساءل ما الذي يجعله ضعيفاً ووقحاً ومخادعة كما يوحي نظام اللعبة. يتأمل كيم في ماضيه قائلاً إن الآخرين جلبوه إلى حزبهم، ثم خانوه نفس الأشخاص وشنوه هجوماً مباغتاً. جاء الهجوم بدون أي تحذير. يأمر كيم جوبالنو بالاستماع جيداً. يعبر الجوبلin عن ارتباكه، ثم يقول كيم إنهم انتهوا من أن ينظر إليهم بازدراء لكونهم ضعفاء. يعلن كيم أنه من الآن فصاعدا هو وجوبلينو سيدمران نقابة إيفاتون. يقول هذا بوجه قاتم، بينما يبتسم الجوبلin بتعبير مماثل من التهديد. تسأل امرأة من نقابة إيفاتون رجلاً يحمل خنجرين مزدوجين إذا كان حقاً يحتاج أن يأتي معهم للإطاحة بشخص مثله. تخاطبه باسم يونيوك الظلام. هذا يظهر أن نقابة إيفاتون تعبئ أقوى أعضائها لمواجهة كيم. يحذر يونيوك الظلام عضو نقابته من عدم التهاون. يقول إن باتون المهلك قد يكون الأضعف بينهم، لكن الجوبلin قتله بضربة واحدة. يجد يونيوك شيئاً غريباً في ذلك الجوبلin. تسمع صرخات ألم في المسافة. يعتقد يونيوك أن هذه الصرخات هي إشارة لبداية الهجوم من جانب كيم، مما يدل على أنه مدرك أن المواجهة قد بدأت. فجأة يصطدم سيونجريول بجانبه مباشرة، وكذلك الجوبلin مبتسماً كالمجنون. يحاول ينهك أن يطعن الجوبلin، لكنه لا يسبب أي ضرر للجوبلin. الآن يعلم بالتأكيد أن عقله لم يخدعه. الجوبلin يمكنه فعلاً القتل بضربة واحدة. يعلم أنه سيموت إذا أصيب، لكن قبل أن يضرب الجوبلin شيء ما يصد هجومه. كانت الرفيقة الأنثى التي سألت لماذا يقف متردداً وينتظر أن ينهي جوبلin بسيط. يستمع لكلمات جايهيون معتقداً إنها على حق. هو يواجه جوبلin. يتساءل كيف يمكن لوحش منخفض الرتبة مثل الجوبلin أن يسبب ملايين الضرر. افترض أن كيم وجوبلينو لابد أن يكونا استخداما خدعة لتحقيق هذه القوة الهائلة. يقول يونيوك أنه لا يعرف من يعبث معه، لكنه يجد الوضع مزعجا. تظهر واجهة مستخدم تبين أنه فعل مهارة القاتل الشر المتطرف. هذه المهارة تخفض دفاعه بنسبة 90%، وتضمن أن كل هجماته الآن ضربات حرجة، مما يظهر نهجه العدواني في الصراع. تتساءل جايهيون عن تصرفات يونيوك المتطرفة، سائلا ماذا يفعل ولماذا يستخدم مهارة قوية كهذه ضد جوبلin واحد فقط. هي قلقة من أنه يبالغ في رد فعله تجاه وحش منخفض الرتبة واحد. يرفض يونيوك قلقها قائلا لها ألا تقلق، ويقول إن المهارة قد تكون كذلك مهارة سلبية. يعلن يونيوك أنهم سيقضون على كيم بضربة واحدة ثم يلاحقون الآخر. توافق جايهيون قائلة إنه يجب أن ينتهوا بسرعة قبل أن يراهم أحد. تظهر واجهة مستخدم تبين أن يونيوك فعل مهارة وضعية القبضة المعكوسة التي تزيد ضرر هجومه بنسبة 50% وتخفض ضرباته الحرجة يرفع المعدل بنسبة 50%. هذا يظهر نيته في إنهاء الصراع بسرعة وبأضرار هائلة على هدفهم. جايهيون تعال مهارة الرمي الخاصة بها سهام العاصفة. تظهر واجهة المستخدم موضحة أن المهارة قد أزالت جميع تأثيرات تقليل سرعة حركة الشخصيات في منطقتها. تقول جايهيون إنها لا تريد أن ترى وهي تستخدم كل هذه المهارات المركبة ضد جوبلin. يونيك يعلن أن وقت اللعب انتهى بالنسبة للجوبلin، ثم يندفع للأمام مسبباً ضرراً صفرياً مرة أخرى. ينظر الجوبلin إليه بفرح ويطرحه على الحائط. كيم تساءل عما كان يقصده بإنهاء الأمر بضربة واحدة، مثل شخصية من هو قوية المستوى الأقصى بإنهاء الأمر بضربة واحدة، لكنه افترض أن ده ما فعله جوبلينو. جايهيون في صدمة. لا يمكن أن يكون هذا مجرد وحش عادي، أليس كذلك؟ كيم يؤكد أنه في الواقع كذلك، وأنه هو الذي استدعى الجوبلin. تصرخ جايهيون بدهشة غير مصدقة، غير قادرة على فهم كيف يمتلك جوبلin بسيط مثل هذا القوة الرهيبة التي تهز العالم. في الوقت نفسه كيم الغاضب وعبارته ملتوية إلى ابتسامة شريرة يعلن غضبه الشديد.
مع صرخة غاضبة تطالب جاي هيون بما يريده كيم منها، متسائلة عما يمكن أن تكون هي ومجموعتها قد فعلت له. الرد الوحيد هو سؤال من عدم التصديق التام: هل حقاً ليس لديك أدنى فكرة؟ بابتسامة مشوهة ومجنونة يصرخ كيم باعتراف مختل، ملقياً اللوم على جاي هيون لطبيعتها التي لا تقاوم. صرخاتها المرعبة تتردد في صرخة حادة ويائسة تدين كمريض منحرف. مشتتاً بالصرخات الحادة المترددة، يتحول قلق كيم إلى تصور الجمهور محذراً غبنه الشرير من أن وضعهم يبدو سيئاً. يأمر المخلوق بإسكاتها فورا، فيرد الرفيق القوي بابتسامة مشوهة ومتحمسة مستعداً للتحرك. في الوقت نفسه تجذب الفوضى انتباه اللاعبين القريبين، يصرخون في حيرة مدركين أنهم يتعرفون على الشخصيات من قبل، والآن في مركز عرض عام مدركاً وصول الحشد. يقول كيم الواقعي لجوبلينو بالانسحاب والتراجع، لكن الرفيق الوفي قد تحرك بالفعل، ممسكاً بجيهيون المرعوبة لإسكات صرخاتها مرة واحدة وإلى الأبد. من الشارع أدناه يشاهد المتفرجون برعب مرعوب، صرخاتهم المذعورة ترسم سردا مشوها. الجوبلin قد دمر نقابة إيفيتون والآن على وشك انتهاك، المرأة الوحيدة الناجية. بينما ينتشر هذا الرعب الجماعي عبر الحشد، يشاهد كيم المذهول برهبة مطلقة وعرق بارد يتصبب على وجهه. انتقامه قد تحول إلى عرض عام من الفساد، يتركه بفكرة ساحقة أخيرة: إنه منتهي تماماً. في حالة ذعر يصرخ كيم على جوبلنو آمراً إياه بالتوقف. يأمر المخلوق بإطلاق المرأة، محاولاً يائساً احتواء الفوضى المتصاعدة اللي هي أطلقها. يعبر أحد المتفرجين عن دهشته من أن رجلاً يرتدي معدات المبتدئين أمر وحشاً قوياً، حتى إن نقابة إيفيتون لم تستطع السيطرة عليه بإطلاق سراح أسيرته. مع دموع تنهمر على وجهه يقف كيم المحطم مهزومة آمراً الجميع بالتوقف، بينما يسيء الجمهور تفسير الفوضى ويرون كيم كشخصية بطولية يبدأون في الهتاف له، غير مدرك تماماً أن أمره اليائس بالانسحاب هو صرخة استسلام لوضعه المتدهور. يقف كيم المذعور مرتبكاً تماماً، تغمره موجة من الارتباك وهو يحاول فهم المشهد. تتردد هتافات الجمهور في أذنيه، مما يجعله يتساءل ماذا يحتفلون بأفعاله بدلاً من السخرية منه بازدراء. أد أخطأ تماماً في تقدير الموقف ورد فعلهم، مدركاً بصدمة أخيرة ومربكة إنهم يرونه الآن كبطل وليس كوحش. عندها يفهم كيم إنهم لا يعلمون إنه استدعى الجوبلin. بالنظر إليه مرة أخرى بدا بطولياً إلى حد ما، بعد أن قال أشياء يمكن أن تفسر بسهولة بشكل خاطئ للمتفرجين. هذا يعني أنه في هذه اللحظة بالذات هو بطل يغامر بحياته من أجل إنقاذ الأميرة. بابتسامة شريرة حادة الأسنان يهدد كيم جي هون المرعوبة، مقدماً له خياراً قاتماً: حياتها مقابل صمتها عنه وعن الجوبلin. وجهه المهدد مغطى جزئياً بيديه الكبيرتين والضخمتين. جي هون المرعوبة تماماً توافق على شروطه، وعد بالصمت. كلماتها تجلب ابتسامة انتصار واثقة على وجه كيم. بيده الممدودة يواجه كيم الجوبلin واقفاً شامخاً كحامل القرية، صوته يتردد بالغضب مديناً المخلوق على جرأته والمعاناة اللي سببها لهؤلاء الأبرياء. بهجمة قوية مفاجئة يستخدم كيم مهارته الفريدة لسلسلة الجوبلin الصارخ، ساحباً المخلوق إلى الأرض. يصرخ بشراسة جامحة وغير مكبحة، مظهراً سيطرته وتحكمه على الوحش الذي كان برياً سابقاً. يمسك كيم بالجوبلin المروض بسهولة، مهارته تجعله تماماً عاجز. ينظر المغامرون الآخرون بصدمة، مخطئين في قدرته على أنها سلاسل الضوء النادرة، وهم يندهشون من القوة الهائلة التي يمتلكها. وبمظهر هادئ مخادع يعتقد كيم أن مهارته غير ضارة تتيح له فقط أخذ الجوبلin في نزهة. يحذر المغامرين الآخرين من الاقتراب، متظاهراً بالخطر وهو يسحب الوحش بسهولة. يراقب كيم بمزيج من الخوف والإعجاب. تدرك جيهون مدى قوته الحقيقية، تستنتج أن مستوى مهارته مرتفع جداً، متفوقاً بكثير على أي مغامر عادي، مما يفسر عجز نقابة إيفيتون. يبقى المغامرون الآخرون مذهولين من كشف مستوى قوة كيم.
تتحول صدمتهم إلى إدراك قاتم حين يفهمون أن نقابة إيفيتون لم تكن ضعيفة، بل لم يكن لدى أي شخص فرصة ضد قوة كيم الساحقة بمستوى 50. بنظرة تصميم صارمة يواجه كيم خصمه وطاقته الزرقاء الجديدة تتطاير حول يده. يقرر القتال معلناً أنه قد لا يفوز، لكن مهارته ستكون كافية لطرد العدو. بمهارة جديدة، تغذية الجوبلين، يستدعي كيم سجقاً أحمر غريباً في يده، جسم متوهج يتطاير بطاقة غامضة. إنها أداة للمعركة لتعزيز الجوبلين الخاص به. برمية قوية أخيرة يقذف كيم السجق الجوبلين المملوء الآن بطاقة شرسة ومتجددة، يندفع بسرعة مذهلة نحو السجق الطائر. بنظرة ذعر شديد يصرخ كيم في الحشد، وجهه شاحب وعيناه متسعتان من الرعب. يأمرهم على وجه السرعة بإغلاق بوابات المدينة فوراً، ويفعلون ذلك. يتنفس الجميع الصعداء بما فيهم كيم. يهتف الحشد احتفالاً، مخطئين في تفسير أفعال كيم كعمل شجاع. يهتفون بحماس معتقدين أنه طرد الوحش ببسالة، بينما في الحقيقة هو فقط أطعم الوحش. بتنهد ارتياح يغلق كيم عينيه، معتقداً أن هذه الحادثة قد انتهت الآن. يتأمل بسخرية قاتمة مدى قربه من أن يوصم بأنه مختل عقلياً قضى على نقابة بأكملها بمفرده. تقترب جيهيون من كيم المتعب، موضحة أن جميع أعضاء النقابة الآخرين ماتوا وأحيوا في مكان آخر. تذكره بأنها الوحيدة التي تعرف الحقيقة عن علاقته مع الجوبلين. تعدوا بالحفاظ على السر، لكن لدى كيم خطط أخرى إذ يمكنها أن تكون ذات فائدة. بتعبير جدي يشرح كيم لجيهيون أن الأراضي المقدسة في باسكال تمنح اللاعبين صحة لا نهائية. يوضح أن هذا الحماية من الوحوش واللاعبين الآخرين هي السبب في تسمية المكان ملاذاً آمناً. بابتسامة سادية مخيفة يذكر كيم جيهيون بوعودها. يكشف تهديداً مروعاً ووحشياً، موضحاً أنه إذا كسرت صمتها سيقتلها بلا نهاية ويهاجمها باستمرار في مزار الإحياء. الشيء الوحيد الذي يمكن لجيهيون فعله كرد فعل هو الصراخ. يمر بعض الوقت، يرقد كيم في غرفة فاخرة متأملاً في بطولاته غير المقصودة. يفكر في مدى فخره بإقامته في مكان جميل كهذا كمكافأة على أفعاله الحسنة التي لم تكن نيته الأصلية. بتعبير كئيب وبعيد يتذكر كيم ندماً من الماضي. يفكر في كيف كان يفتقر إلى القوة لإنقاذ شخص ما من قبل، لكنه الآن بقوته الجديدة يعتقد أنه كان يمكنه حمايتها من مصيرها. مع إدراك مفاجئ يكاد كيم يقفز وعيناه تتسعان وهو يتذكر نقطة الجوبلين اللي تصعد حصل عليها. بوضع إصبعه على الشاشة الزرقاء المتوهجة يفتح كيم متجر مهارات الجوبلين. يلاحظ أن جميع المهارات المتقدمة مغلقة، مما يترك له خياراً واحداً متاحاً للاختيار. الآن يحصل على مهارة التجمع ويستخدمها، مما يستدعي الجوبلين فوراً إليه. يحدق في الجوبلين بصدمة وعدم تصديق. يصرخ برعب وهو يدرك أن مهارته الجديدة ليست استدعاء، بل استدعاء استرجاع. بنظرة مرعبة وفاغرة يحدق كيم في الجوبلين ويلعنه على وجوده. يزداد ذعره عندما تقاطعه صوت جديد يسأله إذا كان بخير. صوت ينتمي إلى شخصية النزيل في النزل. يخبر كيم أن كل شيء على ما يرام تماماً. يجب ألا يدخل الغرفة مهما حدث. بنظرة مرعبة وفاغرة يحدق كيم في الجوبلين، متوسلاً بشدة أن ينزل لتجنب اكتشافه. يعتذر عن أفعاله السابقة بينما تصرخ المخلوق في وجهه. مع حلول الليل، مصوراً من خلال نافذة مضيئة بالقمر، يروي كيم محنة الجوبلين. يشرح أن المخلوق تعرض للسخرية والهجوم بلا سبب. يضيف بشعور من المعاناة المشتركة إنه يشبهه تماماً. بنظرة مشتركة من الازدراء يركض كيم والجوبلين معاً في السرير، تتشكل بينهما صداقة غريبة. يفكر كيم في نفسه إن هذا العالم مليء بالناس السيئين. يعود كيم إلى الحانة. يواجهه رجل ضخم العضلات يدعى باتون، معرفاً إياه بأنه الشخص الذي أنقذ عضو نقابة إيفيتون في اليوم السابق. يقف كيم جامداً، وجهه مغطى بقناع من الخوف الطفيف، وهو يؤكد هويته بتردد. يون هيوك، الرجل ذو العينين الباردتين المهددتين، يشكر كيم على إنقاذهم. على الرغم من في هذه الأثناء تصرخ جيهيون في ذهنها
أنهم جميعاً مخدوعون تماماً من قبله، لأنهم لا يعرفون نواياه الحقيقية. بتعبير جدي ومليء بالعرق، يؤكد كيم أنه لا ينوي القتال. في هذه الأثناء صرخ جي هيون في نفسه بأنه يخدعهم جميعاً، إذ لا يعرفون حقيقة نواياه. وبتعبير جاد ومتعرق، أكد كيم بنظرة جادة ومحبط، يخبر كيم الآخرين أنه لم يعد يحصل على الكثير من الزراعة في منطقة المبتدئين. يقول إنه بما إنه تجاوز المستوى 30 يحتاج للانتقال إلى المنطقة التالية وطلب مساعدتهم. بنظرة جادة مغطاة بالرداء يسأل يون هيك إذا كان كيم يشير إلى فيورين، ثم يقول إنه يعرف شخصاً يمكنه مساعدته في ذلك. هذا الشخص هو سونج ريول الذي يريد كيم ضربه فورا، لكنه يقرر أن يدعه يتحدث أولاً. بتعبير جاد ومتأمل ينقر الرجل العجوز سونج ريول على حلقه، يقول لكيم إنه يفترض إنه قوي جداً نظراً لنا لأنه واجه الجوبلن بمفرده وربما يكون أقوى منهم. باتون لا يحب هذا الجواب، وكيم أيضاً لا. بتعبير جاد ومليء بالعرق ينظر كيم إلى سونج ريول ويفكر في نفسه إنه ليس أقوى منهم، ثم يفكر إنه لو هجمه الرجل المظلل يون هيك في اليوم السابق لكن مات بضربة واحدة كما وعد سابقاً. يصف سونج ريول منطقة المبتدئين المعروفة باسم ليف، والتي تتكون من 5 زنزانات عادية. يذكر بعضاً منها بما في ذلك منطقة العشب، حيث تظهر الكائنات الهلامية في زنزانة العقل. بتعبير جاد ومتأمل يخبر سونج ريول كيم أن الزنزانات التي ذكرها تعرف باسم زنزانات الحقول المفتوحة، والتي يمكن دخولها في أي وقت. ثم يضيف أنه من أجل مغادرة منطقة المبتدئين ليف يجب على كيم إتمام زنزانة الغارة. يواصل سونج ريول إخبار كيم أنه على عكس زنزانات الحقول المفتوحة، فإن زنزانات الغارات لها أبواب تفتح وتغلق في أوقات محددة. ويضيف أن زنزانات الغارات لها حدود على الوقت وعدد المحاولات التي يمكن للاعب القيام بها. يضيف أنه بما أن دي هي الزنزانات النهائية لمنطقة ما، يجب على اللاعب محاولة إتمامها فقط بعد رفع مستواه بما فيه الكفاية. بنظرة جادة مغطاة بالرداء يخبر يونهيك كيم أن زنزانة الغارة في ليف تفتح مرة واحدة فقط في الشهر، ثم يشرح أنهم جميعاً مجتمعون هنا لإتمامها. بتعبير مرعوب ومليء بالعرق ينظر كيم إلى يونهيك ويربط النقاط في رأسه. يدرك أن وجودهم في المدينة يعني أن زنزانة الغارة قد فتحت ذلك اليوم، وأن الجوبلن الذي استدعى عن طريق الخطأ قد دمر كل شيء لهم. بتعبير مرعوب وفاغر الفم ينظر كيم إلى أعضاء نقابة إيفاتون، لديه نظرة مكثفة ومؤلمة على وجهه. يصرخ داخلياً أنهم جميعاً عالقون في ليف لشهر كامل حتى تفتح الغارة التالية. يفكر كيم في الفرصة التي فقدها، يفكر في كيف كان يمكنه أن يربح أكثر من 200,000 دولار من غنائم الوحش المستوى 80، ثم يتأمل في حقيقة أنه مع جوبلنو يمكنه بسهولة إتمام زنزانات أقوى. حتى بتعبير مرعوب وفاغر الفم يمسك كيم يون هيك من ردائه ويصرخ عليه بأنه يجب أن يكون هناك طريقة أخرى. يصرخ بأنه لا يمكنه إضاعة شهر من وقته الثمين عالقاً في منطقة المبتدئين. يخبر يون هيك كيم أن الدين قد تم سداده وأنهم جميعاً محبطون من الوقت الضائع أيضاً، ثم يزيل يد كيم عن ردائه بالقوة ويغادر مع الآخرين. تنظر جي هيون إلى كيم قليلاً، لكنها لا تزال تتبع رفاقها. يخرجون جميعاً من الحانة، لكن الجوبلن يراقبهم عن كثب ويعرف طرقهم الخادعة تقريباً بشكل غريزي، مع إشعار نظام مفاجئ تفتح غارة الزعيم رغم أنه كان من المفروض تأجيلها. يظهر أن يونهيك كان يعرف حاجة طوال الوقت، لكنه رفض إخبار كيم الذي يدرك هذا الآن أيضاً شهراً كاملاً حتى يفتح الغارة القادمة. كيم يفكر في الفرصة التي فقدها، يفكر في كيف كان يمكنه أن يحقق أكثر من 200,000 دولار من غنائم وحش المستوى 80، ثم يتأمل في حقيقة أنه مع الجوبلن الخاص به يمكنه بسهولة تنظيف زنزانات أقوى. بنظرة مرعوبة وفاغرة يمسك كيم يون هيك من معطفه ويصرخ عليه بأن يجب أن يكون هناك طريقة أخرى. يصرخ بأنه لا يمكنه إضاعة شهر من وقته الثمين عالقاً في منطقة المبتدئين. يون هيك يخبر كيم أن الدين قد تم سداده وأنهم جميعاً محبطون من الوقت الضائع أيضاً، ثم يزيل يد كيم بقوة من معطفه ويغادر مع الآخرين. جي هيون تنظر إلى كيم قليلاً، لكنها تتابع رفاقها. جميعهم يخرجون من الحانة، لكن الجوبلن يراقبهم عن كثب ويعرف طرقهم الخادعة
تقريبا بشكل غريزي، مع إشعار نظام مفاجئ تفتح غارة الزعيم رغم إنه كان من المفترض تأجيلها. هذا يظهر إن يون هيك كان يعرف شجاعا طوال الوقت، لكنه رفض أن يخبر كيم الذي يدرك هذا الآن أيضا. بنظرة جادة ومحبطة، باتون ينظر إلى البوابة الحمراء المتوهجة مفكرا إنها فعلا فتحت. يفكر في نفسه إن زنزانة الغارة قد فتحت الآن بعد يوم فقط من محاولة نقابته. يون هيك يسأل كم عدد الأشخاص داخل الزنزانة. ينظر إلى رفيقه الذي يكشف أنه لا يوجد أحد داخلها، لأن الذين كانوا مستعدين لتنظيف الغارة قد فعلوا ذلك بالفعل أمس وانتقلوا إلى المنطقة التالية. يون هيك يصرح أن نقابة إيفرتون فقط هي المتبقية لتحدي الزنزانة. في هذه الأثناء خلفهم مباشرة يقف كيم بنظرة شريرة قائلا أنه كان يعرف أنهم كذبوا عليه طوال هذا الوقت. بنظرة مرعوبة وفاغرة يحدق كيم في أعضاء النقابة، يصرخ في وجههم لخيانته حتى يتمكنوا من الذهاب أولا، وصفا نفسه بالأحمق لأنه وثق بالناس مرة أخرى بعد كل ما مر بيه. بنظرة مرعبة وفاغرة تحاول جاي هيون شرح لكيم إنه يسيء فهم الموقف وإنهم لم يخونوه. تبدو مذعورة تماما، تحاول الدفاع عن أفعال نقابتها ربما لإنقاذ نفسها. يقول يون هيك لكيم أن يهدأ، مؤكدا أن الأمر على ما يرام، ثم يسأل كيم إذا كان سيأتي معهم أم لا، فيرد كيم الغاضب بالصراخ أنه لن يجلس مكتوف الأيدي ويرى الآخرين يدخلون ويملؤون جيوبهم بالغنائم الثمينة. يقول يون هيك لكيم أن يستمع إليه، ثم يشرح أن وفقا للمعلومات التي لديهم هناك غرفة واحدة فقط تؤدي إلى زعيم الزنزانة. ويواصل تحذير كيم من البقاء متيقظا لأنه سيواجه الزعيم بمجرد دخوله الزنزانة. يضيف أنه لا يعتقد أن الأمر سيكون خطيرا جدا نظرا لأنه أقل من مستواهم. بابتسامة واثقة يسخر باتون المحارب المدمر المستوى 25. وفقا للمعلومات التي عندهم هناك غرفة واحدة فقط تؤدي إلى زعيم الزنزانة. يواصل محذرا كيم بالبقاء متيقظا لأنه سيواجه الزعيم حالما يهاجمه يدخل الزنزانة. ويضيف أنه لا يعتقد أنها ستكون خطيرة جدا نظرا لأنها دون مستواهم. بابتسامة واثقة يسخر باتون محارب المدمر من المستوى 25 من الأمر، يتساءل إذا لم يكن لديهم أي فكرة حقا عن نوع المكافآت التي تقدمها زنزانة مخفية. يصرخ يون هيك في كيم إن الجميع يعرف عن الزنازين المخفية وإن هذا مش مجرد وحش مستوى عبي. يشرح إنه إذا ماتوا على يد ذا الشيء فلن ينتهي الأمر بموت شخصياتهم فقط، بل سيخسرون كل شيء وربما حتى يتقاعدون. ينظر كيم إلى أعضاء نقابة إيفاتون يجادل بأن الفرق في المستوى هو فقط 10 مستويات ولن يكون الأمر سيئا مثل التقاعد. ينظر إليهم بنظرة مكثفة ومؤلمة قائلا إن الحصول على مكافآت جيدة ليس سهلا، وإنه أحيانا يجب أن تتقيأ بعض الدم وتفقد الوعي من أجل الحصول على غنيمة جيدة. بتعبير جدي ومتعرق يحدق كيم في الزعيم ويترك أعضاء النقابة يرحلون. يقول لهم بيهربوا بيصرخ بأنه سيحصل على المكافآت بمفرده. يستخدم مهارة التجمع بشجاعة ويأمر الجوبلن بالقدوم إليه، لكن الجوبلن ما يسمع شيئا وينظر إلى السماء منتصف الليل مفكرا في حياته. يواصل الزعيم الهجوم على كيم ويقتله بضربة واحدة سريعة. بتعبير جدي ومتفكر يحدق باتون في جثة كيم الميتة على الأرض مفكرا لنفسه تبا لا يصدق إن هذا هو نفس الرجل الذي استطاع مواجهة الجوبلن بالأمس. بنظرة جادة يقول يون هيك لباتون إنه لا يهتم بما يحدث لكيم. يشير إلى أنه الأهم أن البوابة قد أغلقت محاصرة إياهم داخل. يتساءل إذا كانوا حقا لا يملكون أي فكرة عن نوع المكافآت التي تقدمها زنزانة مخفية. يون هيك يصرخ في وجه كيم إن الجميع يعرف عن الزنازين المخفية وإن هذا مش مجرد وحش من المستوى 40. يشرح إنه إذا ماتوا لأمام هذا الشيء هل سينتهي الأمر بموت شخصياتهم فقط، بل سيخسرون كل حاجة وربما حتى يضطرون للتقاعد. كيم ينظر إلى أعضاء نقابة إيفاتون يجادل بأن الفرق في المستوى هو فقط 10 مستويات ولن يكون الأمر سيئا مثل التقاعد. ينظر إليهم بنظرة مكثفة ومؤلمة قائلا
إن الحصول على مكافآت جيدة ليس سهلاً، وإنه أحياناً عليك أن تتقيأ بعض الدم وتفقد الوعي من أجل غنيمة جيدة. بنظرة جادة ومليئة بالعرق يحدق كيم في الزعيم ويترك أعضاء النقابة يغادرون، يخبرهم بالهرب ويصرخ بأنه سيحصل على المكافآت بمفرده. يستخدم مهارة التجمع بشجاعة ويخبر الجوبلن أن يأتي إليه، لكن الجوبلن لا يسمع شيئا وينظر إلى سماء منتصف الليل يفكر في حياته. يستمر الزعيم في الهجوم على كيم ويقتله بضربة واحدة سريعة. بتعبير جدي ومتفكر يحدق باتون في جثة كيم الميتة على الأرض، مفكرا في نفسه: اللعنة. لا يمكنه تصديق أن هذا هو نفس الشخص الذي استطاع مواجهة الجوبلن بالأمس. بنظرة جدية يخبر يونهيك باتون أنه لا يهتم بما يحدث لكيم، يشير إلى أنه الأهم هو أن البوابة قد أغلقت، مما حاصرهم داخل الزنزانة مع الزعيم. يخبر سيونجريول الآخرين أن فقط زنزانات الغارات تغلق مبكراً. هكذا يذكر أنه يعتقد أنهم قللوا من شأن المكان، حيث يبدو أنه تماماً كما يمكن للزنزانة العادية أن تتحول إلى زنزانة مخفية، يمكن لزنزانة الغارة أيضاً أن تظهر زنزانة مخفية. ويضيف أنه ليس لديهم خيار سوى القتال مع العملاق الفولاذي المستوى 40، لأن نيم ده أصبح مخرجهم الوحيد، وهو مخرج صعب للغاية. في الواقع يبصق كيم دماً بسبب موته، لكنه أكثر دهشة من نيم. قتلته وحش من المستوى 40 عندما كان في المستوى 30. في تلك اللحظة نظر إلى ورقة إحصاءاته واكتشف أنه نسي تماماً استخدام نقاط الحالة الخاصة به. نظر كيم إلى جثتي وفكر في الجوبلن الخاص به. أدرك أنه لا يستطيع استدعاء الجوبلن بعد الآن، لأن البوابة أغلقت. وغضب، لأنه كان قريباً جداً من الكنز وخسره كله بسبب الجوبلن اللعين عديم الفائدة. هذا جعله يتساءل إذا كان سيخسر كل المكافآت ويغادر بدون شيء مرة أخرى. وبوجه مليء بالغضب صرخ يونيك باسم نقابته وأخبرهم إنه حان الوقت للصيد. نظر كيم فقط إلى الأرض متسائلاً: ما الذي يحدث بحق الجحيم؟ تحركوا جميعاً بقدرتهم الفريدة مهاجمين الوحش بعناد. أخبر يونيك عن الظلام وجيهيون أن يهاجم أولاً ويكتشف نقاط ضعف العدو، وأضاف أنه مع تعزيز سرعة حركة جيهيون لن يكون لدى العدو وقت حتى ليتفاعل مع سرعتهم المذهلة. رد الزعيم على هجومهم، لكن يونيك تجاوزه بضربة متتالية، موجها العديد من الضربات دفعة واحدة. قال سونجريول إن جميع الوحوش لديها على الأقل نقطة ضعف واحدة، شرحا أن ضربات يونيك المتتالية 16 ستؤدي إلى 32 ضربة إجمالية، مما سيساعدهم على تحديد نقطة ضعف الوحش برؤية أي جزء من الوحش يتلقى أكبر ضرر. سأل يونيك مينسونج إذا اكتشف نقطة ضعف الوحش، فأجاب مينسونج بأنه لم يحدث أي ضرر. يعتقد أنه بالرغم من أن الهجوم مخصص لاكتشاف نقاط الضعف، إلا أنه كان يسبب بعض الضرر دائما في الماضي. وافق يونيك. هناك احتمالان فقط: إما أن دفاعه مرتفع جدا وهو أمر غير محتمل، أو أنه فجأة هجم الوحش بسيف لا يضاهى مسببا 1200 ضرر، مما يعني أن الهجمات الصغيرة لن تنجح. لدى الزعيم مهارة كراهية الضعفاء التي تلغي الهجمات التي تسبب ضررا أقل من 5%. وبوجه جاد ومليء بالعرق صاح باتون في يونيك، مذكرا إياه بأنه الوحيد القادر على إلحاق ضرر كهذا بوحش من المستوى 40. وبوجه جاد قال سونجريول إنه يعتقد أن باتون مخطئ. قال إن يونيك ليس من يملك أقوى هجوم نهائي، بل هناك من يمكنه القيام بذلك أفضل حسب الظروف. فكرت جيهيون في مهارتها سهم الموت النهائي. تعرف إنه إذا اكتشف أحد إنها تمتلك هذه المهارة سيطلبوا منها أن تصبح رئيسة النقابة، وهذا سيكون مزعجا جدا لها. فهم باتون لا يعرف ما هي تلك المهارة حتى، لكن إذا كانت تحتاج وقتا فيمكنه منحها الكثير منه. أطلق مهارة صرخة الحرب الخاصة به، مما أجبر الزعيم على مهاجمته بهجوم مدون. غضب كيم لأن مين سونج أثار الوحش. عندما كان يجب أن يهرب بحياته، هل يتوقع أن يتحمل الهجوم؟ ومع ذلك بطريقة ما تحمل باتون الهجوم، مستفزا الزعيم لأنه لم يستطع قتله. نصح سونجريول باتون بعدم التراخي، وأضاف أنه عشان تنجح هذه الخطة لا يمكنهم ارتكاب أي أخطاء ولا فقدان التركيز. يستخدم سونجريول مهارة مشاركة الألم التي تشارك الضرر المتلقى مع هدفه،
لا تفقد تركيزك. يستخدم سونجريول مهارة مشاركة الألم التي تشارك الضرر الذي يتلقاه مع هدفه. كيم لا يصدق، جميعهم من مستوى منخفض وليس لديهم أي فئات مخفية، ولكن ليش أقوياء جدا. أخبر يونيك الآخرين أنه بينما يصرف المحاربان انتباه الوحش، ستقوم فرقة القتلة بخفض دفاعه بمهاراتهم السلبية، وأهمها مهارة القضاء على نقاط الضعف التي تقلل دفاع العدو بنسبة 2%. إزالة النقاط مما يقلل دفاع العدو بنسبة 8%. كيم يخشى الموت، فهو غاضب لأنهم سيقتلون الزعيم ولا يمكنه الحصول على أي خبرة أو مكافآت أثنائه. هو ميت. قبل أن يتمكن الروبوتات من شن هجوم قاتل آخر على باتون، توقف وبدأ يستهدف لاعباً آخر. كان باتون مرتبكاً وتساءل ما الذي يحدث بحق الجحيم. استخدم كيم حجر الشفاء الخاص به، لأنه لم يعد يستطيع مشاهدة هؤلاء الخاسرين المطلقين يقاتلون. سيساعدهم لأنه الأعلى مستوى هنا على أي حال. حان وقت بطل القصة للدخول المهيب. للأسف بسبب وجوده استخدم الزعيم مهارات واسعة النطاق تسمى تدمير السطح، التي قضت على معظم الفريق الذين لعنوه جميعاً دفعة واحدة. صاح باتون بأن الوحش يجرؤ على إيذاء حلفائه. صرخ سونجريول طالباً منه ألا يترك حذره، لأن كل شيء سينتهي إذا فعل. استخدم باتون مهارة المحارب، الضربة العملاقة، على الوحش، لكن الوحش فقط دفعه بعيداً، مما أدى إلى مقتل كل من باتون وسونجريول. نظر كيم حوله متسائلاً، ماذا فعل؟ صرخ بأنه مش خطأه، وكل ما فعله هو إحياء نفسه. يونيك مرتدياً عباءة ذات غطاء رأس يكثو في وضع استعداد، متأملاً سلوك الوحش، حيث يستنتج أن هذه المخلوقات تستهدف دائماً المعالجين وموزعي الضرر عن بعد أكثر من الدروع. استنتج يونيك أن بسبب مهارة الاستفزاز التي استخدمها باتون استهدفوا الوحش وهو درع المجموعة. ثم أدرك اللحظة التي أعيد فيها إحياء كيم، اللاعب الذي لم يحسبوه، مما أعاد ضبط عدوان الوحش. يونيك يعتقد أن القتلة لم يكن لديهم حتى فرصة للرد قبل أن يقتلوا على الفور، وحتى الدبابات لم تستطع النجاة. بنظرة هزيمة جادة هو يدرك أنه فقد تقريباً كل فريقه أمام الزعيم. جيهيون تمسك بقوسها وسهمها المتوهج، تسأل يونيك عن التوجيه، بينما تفكر إذا ما كان يجب عليها استخدام مهارة الرمي الخاصة بها. طلقة واحدة، قوس القتل الواحد، لمهاجمة العدو بمفردها. يشير يونيك نحو جيهيون، يوجهها للتمالك، ويذكرها أن إطلاق سهمها في هذه اللحظة سيجعل استراتيجيتهم بأكملها بلا جدوى، لأنهم لم يتمكنوا بعد من تجميع مهارات القتل السلبية بالكامل. بقفزة جريئة نحو المخلوق الهائل، يعلن يونيك أنه سيجذب انتباهه، معطياً تعليمات صارمة لجيهيون بعدم إلغاء مهارتها لأي سبب، لأنه يعلم أنه لا فرصة لهم في الانتصار بدون هجومها الحاسم بطلقة واحدة. بيدها تمسك القوس بصوت من الانزعاج، تكافح جيهيون، بينما بالقرب منها كيم يظهر حضوره ويسأل إذا كان بإمكانه المساعدة. جيهيون تلتفت نحو كيم وتتساءل عن فائدته بدون رفيق الجوبلن الخاص به، وتخبره بصراحة إن يبقى غير نشط لأنه حالياً لا يعد كونه مشكلة لهم. يرد كيم على كلمات جيهيون متسائلاً لماذا تحدثوا فيه بهذه الطريقة، قبل أن يستنتج أن السبب هو عدم وجود رفيق الجوبلن، وهو وضع يلوم عليه فوراً وبغضب نقابة إيفاتون لأنها السبب في عدم تمكنه من إحضار الجوبلن معه. مع شعور متزايد بالإحباط، يشير كيم بإصبع الاتهام نحو نقابة إيفاتون، مؤكداً أنهم المسؤولون، قبل أن يتساءل عن ضعفهم الجماعي ويسأل لماذا يعاملون بهذا السوء رغم أنه يمثل فرصتهم الوحيدة للخروج من هذا الوضع الصعب. العملاق الفولاذي القوي يطلق زئيراً هائلاً وهو يختار جيهيون جالبة الموت كهدف له، مؤكداً نظرية يونيك السابقة بأن الوحش يفضل باستمرار الرامي وموزع الضرر عن بعد. مشتتاً العدو عن هدفه، يصرخ يونيك في العملاق الفولاذي معلناً نفسه خصمه أثناء تنفيذ مهارة ريف الشفرات المزدوجة، وكل ذلك مع اعتراف داخلي بأن هذه المناورة مخاطرة كبيرة. رغم مناورة يونيك الجريئة واستخدام مهارة ريف الشفرات المزدوجة لتشتيت العدو،
العملاق الفولاذي الضخم يتجاهل الهجوم تماماً ويواصل شحنه المصمم. يونيك يرفض الاستسلام ويهاجم مرة أخرى، وبعد الهبوط يفعل ذلك مرة أخرى. أثناء أداء مهارة ريف الشفرات المزدوجة، يونيك يدرك طريقة مختلفة لجذب انتباه الوحش من خلال إلحاق أكبر ضرر، ويأسف لأنه يحتاج إلى 3 هجمات كاملة القوة ليعتبره المخلوق خصماً. العملاق الفولاذي الهائل يطلق زئيراً مدوياً، ورسالة نظام تؤكد أنه اختار يونيك الظلام كهدفه الجديد، مع عرض صحته الحالية عند 25 ملاية بس 60 من أصل 30 سخالالف. يستعد يونيك للهجوم، مفكراً في نفسه أنه سيستمر رغم امتلاكه فقط 3 تراكمات من مهارة قطع نقطة الضعف. مع وضوح هدفه الآن، يونيك يقرر داخلياً أن يشتري بعض الوقت لجيهيون بينما يسخر من المخلوق، سائلاً إياه ما المشكلة قبل تفعيل مهارة التهرب السريع. هذه الحركة تسمح له بتجنب جميع الهجمات الجسدية لمدة 3 ثوان كاملة، نافذة حاسمة يعلنها ملكه. عندما يحاول يونيك استخدام مهارة أخرى، تظهر رسالة نظام فجأة تكشف أن نقاط قوته السحرية غير كافية. يطلق صوت دهشة، لكن قبل أن يتمكن من الرد، يوجه العملاق الفولاذي ضربة قوية ترسله إلى الأرض. كيم ينظر إلى جسد يونيك الخامل، بينما تظهر رسالة نظام تؤكد رسمياً وفاة القاتل يونيك الظلام. يبدأ كيم بالصراخ، موجهاً غضبه إلى أعضاء النقابة الآخرين، ويتساءل عن غطرستهم السابقة بسؤال: ما الذي يحدث؟ معلقاً بمرارة أنه كان يجب أن يبقى في حالته الساقطة ولا يحيي نفسه على الإطلاق. ترد جيهيون على انفجار كيم، صوتها يرتفع وهي تسأله عن الوضع، وتتهمه بأنه يظنها غبية لأنها يجب أن تقف هناك. مشحونة قوسها تلومه بالكامل على فشل خطتهم، مؤكدة أن قراره بإحياء نفسه دمر كل شيء. المواجهة بين كيم وجيهيون تتصاعد إلى جدال حاد. يسأل كيم جيهيون إذا كانت تخبره حقاً أنه كان يمكنه قتل الوحش لو لم يحيي نفسه. تؤكد جيهيون ذلك، تصرخ بأنها كانت تستطيع قتله بسهولة خلال 9 ثوان إضافية فقط. ثم يصرخ كيم بأنه يفضل موتهم جميعاً على أن يشاهدهم يحصلون على المكافأة بدونه. العملاق الفولاذي الهائل يطلق زئيراً مدوياً آخر، وبينما كان كيم وجيهون يحدقان في الوحش، اشتعلهما رعب مفاجئ. صرخا معاً في ذعر مشترك. قالت جيهون بحزم لكيم إنه لا وقت لتوجيه الأصابع. على الرغم من إن مهارتها لم تكتمل شحنتها، قررت إن هذه هي الفرصة الوحيدة لديها لإطلاق سهمها. رأت جيهون المذعورة كيم وتسأله عما يفعله، مطالبة إياها بالانتظار للحظة. فجأة سأل إذا كان غير قادر على الحركة أثناء شحن مهارته. بينما كان كيم يتحرك نحو جيهون، شهقت بدهشة وسألته ماذا يفعل، ثم توسل إليه بيأس قائلاً له: ألا يقترب أكثر؟ وضع كيم جيهون على ظهري ليحملها، وهو يصرخ بسؤال عن 10 الثواني التي تحتاجها لشحن مهارتها. استمرت في الصراخ بدهشة بينما حاول الزعيم ضربهم دون جدوى. شهقت جيهون بعدم تصديق، متسائلة كيف أن كيم يكاد يكون سريعاً مثل يونيك الظلام. كشف كيم أنه أنفق كل نقاطه الإحصائية على الرشاقة، كما يعتقد أن حتى القاتل الحقيقي لن يستثمر كل نقاطه في إحصائية واحدة. قال كيم داخلياً إنه رغم أنه قد لا يكون قاتلاً، إلا أن سرعته في الحركة يمكن أن تضاهي قاتلاً. ثم أدرك أن جدالهما الحاد أكسبه نقطة جوبلin. غضب كيم، معتقداً أن سيد الجوبلin يمنح النقاط فقط عندما يفعل شيئاً غير بشري. مع شحن مهارتها النهائية بالكامل، أعلنت جيهون أنها جاهزة للإطلاق. حثها كيم على الإطلاق، لكنها قالت له بغضب: ألا يسرعها؟ تساءلت إذا كان يعتقد أنه من السهل التصويب أثناء تحركهما بهذه السرعة العالية. بنظرة تركيز شديد صرخت جيهون إنه إذا أخطأت طلقتها فستنتهي المعركة. خطر في بال كيم فجأة متوسلاً: ألا تقول ذلك؟ أعلن داخلياً أنه إذا فشلوا سيطالب برد كل شيء. 100 ضعف. بزئير قوي ضرب العملاق الفولاذي الضخم قبضته في الأرض، أرسل الصدمة موجة عبر الأرض، مما جعل الوحش يزأر بغضب أكبر. بينما كان كيم يركض حاملاً جيهون، أطلقت سهمها القاتل الوحيد على العملاق الفولاذي،
صرخ كيم لها لإنهاء الأمر. ظهر شاشة زرقاء تفيد بأن جيهون لديها نقطة جوبلين واحدة فقط متبقية. أطلق العملاق الفولاذي الضخم زئيراً غاضباً، وأطلق مهارة تأثير منطقاً قوية تسمى مدمر العالم. طوفان من الحطام والطاقة انطلق من هجوم الوحش، مسبباً دماراً واسع النطاق. تأوه كيم بإحباط، مدركاً أن الوحش كان يخفي مهارة مدمرة كهذه، فهم أنه هجوم يغطي جميع الاتجاهات. أدرك كيم مدى خطورتهما بالكامل، معتقداً أنه باستثناء جيهون التي عندها وحم بالسنية من نقاط الصحة 100 نقطة صحة فقط، لأنه أعاد إحياؤه سابقاً، استنتج أن هذا يعني أنهما يموتان فوراً إذا أصيبا. مع دوران الحطام حولهما، بكت جيهون مضطربة قائلة إن هناك الكثير من الأنقاض ولا تستطيع إصابة الوحش. رأى كيم رؤية مفاجئة تظهرها له دماغه. تساءلت جيهون إذا كان يمكن أن يكون حلاً لمشكلتهما، لكن الرؤية تبين إنها ذكرى لكيف كان كيم يلعب مع أصدقائه. فجأة كسر جوبلين كيم اللعبة بأكملها عندما ظهر فجأة في البعد، مسبباً ضراراً له. صرخ كيم بغضب وهو يصرخ على الجوبلين، متسائلاً ما الذي أخذه كل هذا الوقت. شعر وكأن أسبوعاً كاملاً قد مضى منذ استخدم مهارة التجمع. نظرت جيهون بدهشة تامة، وعقلها يملأه الأسئلة حول الحدث الغريب الذي شهدته، ووجدت نفسها تتساءل إذا كان الجوبلين قد مزق نسيج الزنزانة نفسه فقط للدخول. استخدم كيم الجوبلين كدرع، مما أغضب الزعيم، لكن كيم شعر إن كلماته الأخيرة كانت ضعيفة جدا. الآن حان وقت نهايته. أطلقت جيهون هجوم الطلقة الواحدة، مما أسقط الزعيم ومات. يستخدم كيم الجوبلين كدرع، مما يغضب الزعيم، لكن كيم بيحاول إن كلماته الأخيرة كانت ضعيفة جدا. الآن حان وقت نهايته. تطلق جيهيون هجوم الضربة الواحدة، مما يخلي الزعيم يسقط ويموت. جيهيون مندهشة لأنهم فعلا إنهوا الزنزانة مثل إكمال غرف منهو سولو ليفلينج. ترتقي مستواها، وكذلك كيم، لكنه لا يهتم بذلك ويريد مكافأته الحلوة. شكرا لمشاهدتكم، أراكم في المرة القادمة